السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كيكه لذيذه جدا بدون حليب بدون بيض. بصي شكلها حلو جدا ما شاء الله. يلا نشوف الطريقه مع بعض. بصي يا ست الكل، هنا السكر اللي انا هستخدمه كوبايه ونص من السكر، والسكر هنا حسب الرغبه. هنزل بربع كوبايه من الميه، هقلبهم كويس جدا مع بعض بالمضرب اليدوي في الخلاط، او باي مضرب موجود عندك، ما فيش اي مشكله. ممكن تضربي كل المكونات دي في الخلاط. بعد كده هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت، وشغاله كده ضرب بايديا لغايه ما احس ان السكر اختفى. بعد كده هنزل بباكت من الفانيليا وشغاله تقليب بالشكل ده. بعد كده بقى يا ست الحبايب، اول ما احس ان القوام بتاعي السكر بتاعي داب، هبتدي انزل بقى ايه بالمكون السحري بتاعنا، اللي بصي ده بديل البيض اللي مش هيخليكي تفكري ان انتي تحطي بيض في الكيك بتاعك. بنزل بكوبايه من بيبسي البرتقال، اي نوع بقى انت تفضلي ان انت تحطيه. بعد كده بنزل بكوبايتين من الدقيق، وعليهم باكت من الكيك شيف. وليه بفضل الكيك شيف؟ الكيك شيف بيطلع معاكي الكيكه حلوه جدا، لونها فاتح. البيكنج باودر اغلبيه اللي في السوق دلوقتي بقى مضروب، تحسي تيجي تعملي الكيكه تلاقي قلبها اسمر من جوه. تحس ان الكيك بتاعك مش بيطلع فاتح. بعد ما بحط البيكنج باودر بقى، بحاول ان انا اقلبها من فوق لتحت، واخلي الدقيق بتاعي يختفي خالص. بنزل بعد كده بنص عصير ليمونة، وطبعا ما تنسوش رشة الملح بتاعتنا اللي بتظبط معانا الطعم بتاع السكر. قلبت الخليط بتاعي، طبعا مجهزة صينية مبطناها بالدقيق. بصي احلى حاجة انك تبطني الصينية بالسمنة او بالزبدة، دي يا ست الكل بتديكي لون حلو قوي للكيك. بتخليش الكيكة بتاعتك تلزق، تطلع معاكي من الصينية ما بتلزقش خالص، وبتديكي لون حلو، لون موحد، لون ما شاء الله، لون حلو جدا. ببتدي انزل بكمية الخليط. الصينية اللي انا مستخدماها هنا دي صينية مقاس 26. لو عايزاها مرتفعة اكتر تقدري تستخدمي صينية 24، او حسب الصينية اللي انت عايزاها. انا ما بحبش السمك بتاع الكيك يبقى عالي قوي، فالسمك بتاعها ده هيبقى مظبوط. لو انت بقى بتحبي السمك بتاع الكيك مرتفع، هتستخدمي صينية مقاس 24 او 22، هتطلع معاكي قطعة الكيك يعني عالية جدا. بعد كده باجي من النص بقى يا ست الكل. طبعا كلنا بنيجي نعمل الكيك، تبص تلاقي الكيك بتاعنا طلع من النص بس، يعني تلاقي قابب من النص. لا، اعملي الفتحة دي بالسكينة في نص الكيك، علشان طبعا لما الكيك يجي يستوي الحرارة تتوزع كلها. ببتدي ان انا اخبطها كده وانزلها. طبعا ببقى مشغلة الفرن قبلها ب10 دقايق. بتاخد مننا، ما بفتحش الفرن قبل ما يعدي 20 دقيقة، علشان لو فتحت الفرن قبل 20 دقيقة الكيك هيهبط منك. تاخد مننا 45 ل50 دقيقة سوا، وبتطلع باللون الجميل دوت ما شاء الله. شايفين اللون حلو ولون موحد. لو طلع اللون معاكي فاتح، بس هنا البرتقال مديها اللون حلو، البيبسي البرتقال مديها لون حلو، مش محتاجين ان احنا ندخلها تحت الشواية. طبعا هي لسه سخنة. طبعا شايفين الشكل بتاعها وشايفين اللون بتاعها، اللون بتاعها فاتح. هي لسه كمان سخنة، ما بالكم لما تبرد بقى ما شاء الله. انا قطعتها علشان هما كانوا مستعجلين. لو عجبك الفيديو شير ولايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكل جديد.